بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الآفات الحشرية التي تصيب نخيل البلح أو نخيل التمر. طبعا يصل الفقد في المحصول 25% نتيجة الإصابة. الآفات التي تصيب الجذوع والسعو والسعف والعراجين والجذور اللي هي سوسة النخيل الحمراء، اللي هي السوسة الهندية أو الآسيوية. طبعا ديت لا تنجذب للمصائد الضوئية. طبعا دي حشرة اللي هي سوسة النخيل الحمراء، دي بتصيب جميع النخيل. اليرقة بتاعتها هي الطور الضار، وهي عديمة الأرجل، بيضاوية الشكل، غليظة من الوسط. تتغذى اليرقات بشراسة على الأوعية أو الأنسجة الوعائية داخل النخلة، مكونة أنفاق في جميع الاتجاهات. طبعا بتعيش حوالي ممكن سنة في النبات. بتقل الإصابة في الأشجار اللي فوق 30 سنة، ولكن الإصابة في كل الأعمار، خاصة الفصائل الصغيرة والنخيل المثمر والمسن. ولكن تقل الإصابة في النخيل الأكثر من 30 سنة. الإصابة تحدث في أي مكان في النخل. قد تختفي بعض الحشرات الكاملة أثناء البرد القارس أو الحر الشديد داخل التربة الرطبة. مظاهر الإصابة والضرر: اصفرار وذبول السعف والجريد الأخضر في النخيل الفصائل المصابة، ظهور طبعا وسيلان سائل صمغي لونه بني محمر ذو رائحة كريهة على جذوع النخلة المصابة، ظهور نشارة خشبية متعفنة نتيجة حفر وتغذية اليرقات في منطقة الإصابة على الجذوع أو الجذع أو في قواعد الأوراق، وقد تشاهد تلك النشارة على الأرض تحت النخيل المباشر. سهولة نزع قواعد الأوراق الموجودة على ساق النخلة، حيث توجد في نهايتها اليرقات الأطوار الأخرى، وقد تتساقط الورقة على الأرض في حالة تآكل قاعدة الورقة. سهولة فصل الخلف المصابة عن الأم عند نزعها، تلاحظ الأطوار الداخلية للحشرة. موت القمة النامية وانحنائها لأحد الجوانب، وسهولة نزع قلب النخلة طبعا. وعند نزعها يلاحظ تآكل في قواعد الأوراق. عند انكسار النخلة المصابة بفعل الرياح أو عند عمل مقطع بها، يلاحظ ألياف النخلة المتهالكة وبداخلها الأطوار المختلفة للآفات والحشرات. المكافحة طبعا إجراء فحص دوري وحصر النخيل والمناطق المصابة، إزالة النخيل المصاب بشدة ثم حرقها. طبعا معالجتها بأحد المحاليل أو المبيدات أو الرش أو عمل الحجر الزراعي. علاج الإصابات الحديثة والمتوسطة بحقن طبعا بمحلول المبيد. طبعا طبعا بنعمل خرم أو ثقب في النخلة بعمق 10 أو 20 سم، ونحط فيها 20 سم من المبيد، ثم يغطى بالجبس أو الأسمنت ويترك دون ترك أجزاء تكون ده مدخل للإصابة الجديدة. يعني بنسد أي ثقوب أو خروم بالجبس أو الأسمنت. رش الأشجار السليمة بمحلول زي كلوروبروفوس أو اللمبادة أو اللمبادة سيسترين أو السيديال أو الباسوديل أو الديازينون. طبعا إجراء التقليم، التعفير بمبيدات زي السيفين أو الملاسيون. استخدام مصايد الهرمونات لتقليل تعداد الحشرات، حيث ينجذب كل من الجنس الأنثوي والذكري إلى المصائد أو الفرمونات. العناية بالعمليات الزراعية، عمل برنامج إرشادي، التطبيق الحازم لقوانين الحجز الزراعي. طبعا الحشرة الثانية اللي هي حفار الساق. مظاهر الإصابة بتاعته طبعا وجود ثقوب داخل اليرقات الحديثة وعليها نواتج الحفر، كذلك وجود نشارة ليفية بارزة جزئيا على سطح الأشجار المصابة. طرق المكافحة طبعا رش بالديازينون أو الكلوروبروفوس أو أي مادة حشري، ملاسون أو ديمسويت. طبعا الحشرة الثالثة اللي هي ثاقبة جريد النخيل أو ثاقبة العراجين. طبعا العلاج برضو بتاعها طبعا بنسد أي ثقوب أو خروم على النخلة بالجبس أو الأسمنت. أعراض الإصابة طبعا وجود تصمغ في مكان الإصابة على الساق أو الجليد. المكافحة طبعا عدم تعرض الأشجار للجفاف الشديد، تقليم، عدم تخزين الجريد الجاف، كذلك يمكن استخدام المصادر الحشرية أو الهرمونات. الحشرة الرابعة وهي حشرة النخيل القشرية.
مصدر الإصابة بتاعها توجد الحشرات على الخوص الأخضر والجريد. طبعا طرق الإصابة: رش بالكبريت المكروني أو الزيت المعدني أو الملسن أو الدمسويت، أو التعفير بمادة الملسن 5%. جعل النخيل الحشرة الخمسة طبعا ده علاجه برضه بيتم عن طريق مصايد ضوئية، استخدام الفيوردان رش أو تسميد. الفيوردان طبعا أو فوسفيد الزنك أو الملسن 5%، رش أو تسميد أو سرسبة حول الأشجار. طبعا بعمل طبعا عمل يمكن الاعتماد على المصايد الضوئية لصيد الحشرات وقتلها، ويمكن استخدام الفيوردان المحبب بمعدل من 20 إلى 30 جرام لكل شجرة أو لكل نخلة. تنثر حول الأشجار في دائرة تبعد 50 سم عن جذع النخلة، ثم تردم لعمق من 10 ل 20 سم ثم تروى. في حاجة تانية برضو ممكن المكافحة: إزالة وتكسير الأنابيب الطينية الموجودة. طبعا عمل الخندق حول الأشجار المصابة بعرض 30 سم بعيدا عن الشجرة بنصف متر. يوضع بالخندق محلول كلوروبروفوس 48% بمعدل من 3 ل 5 لتر للفدان، وتوضع مصايد طبعا الدودة السبعة والمرض السبع اللي هي دودة طلع النخيل. طبعا بتنشط في مارس وابريل. ديت دورتها ممكن تكون سنة. طبعا مظاهر الإصابة بتاعتها أو مظاهر الضرر الأول: يرقات هذه الآفة نشطة تحفر أنفاق في غلاف الطلع. المكافحة بتاعتها برضو ترش بالملسن أو الدمسويت. ثانيا في تاني الآفات التي تصيب الثمار زي الحميرة اللي هي دودة البلح الصغيرة أو الصغرى. دي طبعا بتعيش برضو دورة حياتها طويلة. مظاهر الإصابة طبعا ظهور ثقوب في قشرة الثمرة بالقرب من القمع أو تحتها بقليل، وجفاف الثمار. المكافحة طبعا: إزالة العراجين القديمة، بقايا الأغاريض والجريد القديم، إعدامها وحرقها بعيد عن الماء الحق. كذلك جمع ثمار البلح الموجودة في إبيط الأوراق والثمار الموجودة على الأرض. يمكن استخدام الملسيون أو الدمسويت رشا أو تسميد أو بودرة على الأرض. طبعا في حاجة تانية زي دودة البلح العامري أو دودة البلح الكبرى. دي طبعا حشرة بتصيب الأشجار أو النخل. مظهر الإصابة بتاعتها: عندما تضع الإناث البيض فوق الثمار يفقس وتدخل اليرقات من ثقب في جسم الثمرة. المكافحة طبعا: يتعرض البلح للهواء ساخن في أفران خاصة على درجة من 130 إلى 140 درجة فahrenheit. كذلك يجب إجراء تبخير ثمار البلح بعد الحصاد مباشرة لمدة 24 ساعة بغاز برومور المصيل. كما يمكن لف العراجين لحماية الثمار بالخيش، لف العرجون بالخيش لمنع وصول الحشرات الكاملة للثمار، ووضع طبعا رش أو تسميد بالملسن أو الدمسويت أو الكلوروبروفوس أو اللمبادة أو السيديال. دودة بلح الواحات دي برضو علاجها رش أو تسميد. خنفساء نواة البلح: مظهر الإصابة بتاعتها تتساقط الثمار قبل النضج. المكافحة: جمع الثمار متساقطة على الأرض الموجودة في إباط الأوراق. كرش الغبار طبعا مظهر الإصابة والضرر بتاعه بيظهر على الأوراق. العلاج بتاعه زيت معدني مع كبريت ميكروني مع بامكتين، أو بنضع في السمادة من 3 ل 5 لتر سيديال أو كلوروبروفوس أو لمبادة سويسرين. والسلام عليكم ورحمة الله.